جربنا مطاعم كتير في الرياض، بس لغايه دلوقتي ما اديناش البرجر حقه، وحبينا نعمل فكره جديده معاكم. وانا وحيد حلمي، ودي سلسله التوب ريتد، والسلسله دي هنجيب فيها مطعمين بيعملوا نفس المنتج، ونطلب من الكاشير يجيب لنا الاكثر ترشيحا او مبيعا عندهم، ومش هنقول على اسم اي مطعم فيهم، المطعم اللي هيعجبنا هو اللي هنقول اسمه في الاخر. ونبدا بالبرجر، يلا. ونبدا باول مطعم. ابغى البيست سيلر. اوكي خلاص، سوي واحد. اي اول برجر معانا شريحتين برجر وخس وبصل وطماطم وجبنه. برجر بسيط كلاسيك، طعمه حلو، بس كنت متوقع اكتر من واحد من اشهر المطاعم الموجوده هنا. برجر كلاسيك شويه، طعمه حلو، بس طعم الصوصات طاغي على طعم اللحمه بزياده شويه. يلا على اللي بعده. المطعم الثاني. السلام عليكم. عايز الاكتر مبيعا عندكم. لحمه ولا دجاج؟ لحمه. شريحتين لحمه وجبنه وبريسكت، علينا بالليفل قوي بصراحه. الخبز بتاعهم هش جدا، احسن من خبز المطعم اللي فات. وده مطعم كنت اول مره اجربه، بس انا كلت برجر هنا بدون مبالغه يعتبر من افضل سندوتشات البرجر اللي كلتها في حياتي. ايه الجمال ده، والله العظيم مش طبيعي. سندوتش موزون وعباره عن شريحتين لحمه وجبنه وبريسكت، بس طعم اللحمه واضح وتتبيلتها تحفه. في سندوتش تاني ما كانش محطوط في الخطه، بس انا حبيت اجربه من عندهم، بيقولوا عليه هبه الشتاء. شكله سبايسي فربنا يستر. والكل محب السبايسي، السندوتش ده ليكو، فراخ مقرمشه وهالبينو ستيكس وجبنه وصوصات. في النهايه حابب انوه ان دي كلها تجارب شخصيه بنشاركها معاكم. حابب اقول لكم ان المطعم التاني اكتسح في المقارنه، على الرغم ان هو مطعم صغير مش كبير. واسم المطعم ذا اريا برجر، والمطعم موجود في حي السويدي، وانا كنت موجود في حي السويدي فعملت المقارنه دي هنا. المطعم بجد يستاهل التجربه، خطير. كده الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبتكم السلسله اقترحوا لنا مطاعم تانية في الكومنتات. سلام.